عمال تقلب في الريلز والشورتس بالاربع والخمس ساعات ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل لك او ممكن يكون حصل لك اصلا، وهو تعفن الدماغ. في الفيديو ده هقول لك ازاي تتخلص منه وازاي ترجع مستويات الدوبامين لطبيعتها تاني. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوه والتحفيز والوعي. مصطلح تعفن الدماغ مش تشخيص طب حقيقي، لكن هو مصطلح ساخر انتشر على مواقع السوشيال ميديا زي تيك توك وانستجرام عشان يوصف نوعية المحتوى اللي ليها تأثير وتأثيرها على الدماغ. ونوعية المحتوى دي بتكون سريعة وبتكون ملهاش يعني مش لازم تبذل مجهود ذهني عشان تفهمها، وبتكون تافهة جدا وتافهة زيادة عن اللزوم يعني. وكمان ده بيستخدم البرين روت او تعفن الدماغ. المصطلح ده بيستخدم عشان يوصف الاستهلاك المفرط للمحتوى ده، بقى المحتوى السريع اللي هو الريلز والشورتس وتيك توك والحاجات دي. وكمان الكلمات اللي بتبقى فيه بتكون لازم يبقى ليها علاقة مثلا بالجيل الجديد اللي هو جين زي وجين ألفا. رغم ان المصطلح ده ساخر، بس الخبراء ربطوا بين المصطلح ده وبين طريقة الاستهلاك دي وبين مشاكل واقعية فعلا، زي قلة التركيز. لانك لما بتبدأ تتفرج على فيديوهات مدتها 10 ثواني بس، ده بيقلل من تركيزك وقدرتك على القراية والتركيز في مهام طويلة في الوقت. وكمان بيزود رغبتك في انك عايز دوبامين سريع على طول، وده بيقلل من متعة الحياة وبيخلي الحياة مملة. مصطلح تعفن الدماغ ده ظهر في سنة 2004 على برامج تلفزيونية ساخرة، بس بظهور بسيط، لكن بعد كده انفجر في الظهور في سنة 2023 و2024 على مواقع السوشيال ميديا اللي قلنا عليها تيك توك وانستجرام وريلز والحاجات دي. وده عشان مواليد ما بعد 2010 بدأوا يصنعوا وينشروا المحتوى على الإنترنت. والمحتوى ده بيكون صاخب، زي مثلا أشهر مثال وهو سكيبيدي تويلت. ده مجموعة من الفيديوهات جابت مليارات المشاهدات، وهي أصلا يعني راس حمام بترقص بس، فانت بتتفرج على راس حمام وجايبة مليارات المشاهدات. يعني في فيديوهات تانية ما بتجيبش كده وبتكون فيها فايدة مثلا. لو عايز بقى تعرف انت عندك تعفن دماغي ولا لا، ممكن تسأل نفسك انا اتفرجت على ايه على التيك توك في اخر 15 دقيقة. لو الاجابة كانت واضحة وعارف ايه اللي انت اتفرجت عليه وفاهم اللي انت اتفرجت عليه، يبقى ده انت ما عندكش تعفن دماغ وانت دماغك تمام. لكن لو الاجابة كانت ضبابية وحاسس بصور متداخلة في دماغك، ده جوهر تعفن الدماغ اللي هو استهلاك من غير وعي. انت مش واعي اصلا انت بتتفرج عليه، بتقلب وخلاص، اللي يجيلك بقى قدامك تروح متفرج عليه، لكن دماغك مش واعية اصلا باللي انت بتتفرج عليه. ولو مثلا بتتفرج على فيلم او بتلعب لعبة من غير تليفون، هل بتحس بملل فجأة كده وتروح عايز تتفرج على التليفون او تفتح تشوف ايه اللي حصل في الدنيا في ال10 دقايق اللي بعدت عنهم عن التليفون دول؟ مع ان الدنيا مش هيكون حصل فيها حاجة، يعني 10 دول 10 دقايق مش هيكون حصل حاجة يعني. طيب يا عم، عرفت ايه هي تعفن الدماغ وعرفت ايه تأثيره على الدماغ وعرفت انه عندي، قول لي بقى ازاي احله، وانا داخل الفيديو عشان كده اصلا. حاضر يا عم، في ايه كل فيديو كده تقعد تزعق لي؟ خلاص هقول لك حاضر. في حلول كتير لتعفن الدماغ، انا هديك منهم 5 حلول بس في الفيديو ده، والحلول دول من تلخيص يعني هيجيبوا لك الخلاصه بتاعت الحلول كلها. اول حاجه، اكبر مشكله في تعفن الدماغ هي الاندفاع ان انت تتفرج على ريلز او تيك توك. فمثلا اول ما يجي لك رغبه ملحه انك تتفرج على ريلز او تيك توك، قول لنفسك انا هقعد 10 دقايق بس، هستنى 10 دقايق بعد كده هتفرج على كل اللي انا عايزه. في ال10 دقايق دول بقى اشرب ميه، اعمل حاجه تانية، اكتب هوايات او خطط ليومك او نظم اوضتك أو اي حاجه. بس بعد ال10 دقايق دول هتلاقي الرغبه الملحه اختفت، يعني هيبقى عندك مثلا رغبه بس هتلاقيها الرغبه الملحه ان انت لازم تتفرج على الريلز او تيك توك هتلاقيها اختفت. لان في ال10 دقايق دول الرغبه الاولى او الرغبه الملحه الشراره الاولى خلصت خلاص. لان في اول دقيقه لو دخلت اتفرجت كده انت خدت بالرغبه الملحه اللي في الاول، لكن بعد كده الشراره اختفت، مش هتبقى محتاج تكمل يعني. تاني حل وهو انك تنظم البيئة بتاعتك، بيئتك الرقمية. تنظم بقى، يعني تدخل لو عندك اي شخص بينزل محتوى صاخب تافه ملوش لازمة وتافه في شكل مبالغ فيه، اعمل له انفولو او احذفه من عندك. لان خوارزمياتك هي تأثيرها على عينك، يعني هي التغذية اللي بتغذيها العينة. وكمان ما تنساش تمنع الفيديوهات انها تشتغل تلقائي ورا بعض، عشان لازم تخلي دخولك للفيديو اختيارك انت مش انجراف. تالت حل وهو ان في خدعة في كل الموبايلات، دي خدعة عبقرية جدا، وهي انك تحول الموبايل لابيض واسود. لان الشورتس والريلز بتعتمد على الالوان البراقة عشان تجذب انتباهك. فانت لما تلاقي الالوان باهتة مش هتبقى عايز تتفرج، هتدخل حتى لو دخلت مش هتكمل 5 دقايق لانك هتزهق من الابيض واسود، مش شايف حاجة مش فاهم حاجة، لان الالوان باهتة. فلما تعمل كده هتلاقي وقتك بيقل واحدة واحدة، وتعفن الدماغ هيبدأ يقل واحدة واحدة برضو. 4، ممكن تخصص وقت في يومك
كل يوم ان ساعة واحدة بس، مثلا ساعة قبل الصحيان، ساعة بعد الصحيان، وساعة قبل النوم. لان ما تخليش التليفون هو اخر حاجة تشوفها واول حاجة تشوفها اول ما تصحى. وكمان وقت الاكل استمتع بالاكل وتذوقه من غير ما تتفرج على فيديو مثلا او كده. لان مفيش دماغ هيفضل هيركز على محفزين، يعني تركز على الاكل وعلى على التليفون مثلا الفيديو اللي بتتفرج عليه. لكن لما تاكل الاكل لوحده هتدوق طعمه وشبعك هيزيد اكتر، لانك دايق طعمه ودايق كل حاجه في الاكل، مش مركز في حاجه تانية اصلا. يعني مثلا لو سالتك وقلت لك انت اكلت ايه امبارح، اكيد مش هتفتكر، لانك مثلا لو كنت بتتفرج على فيديو انت مركز مع الفيديو، مش مركز انت بتاكل ايه، فاكيد هتنسى. لكن لو كلت حاجه لوحدها وحاجه واتفرجت على الفيديو لوحده هتحس بالاكل وهتدوقه. وكمان ده بيخليك تركز على محفز واحد مش محفزين. خامس حل هو ان دماغك لو سبتها كتير بتصدي، لو سبتها كتير من غير ما تدخل فيها معلومات فبتصدي. لازم تمرنها، مثلا ممكن تمرنها بالقرايه 5 صفحات بس كل يوم. لما تقرا 5 صفحات بس كل يوم ده بيحسن من معلوماتك وبيحسن من دماغك. وكمان ممكن تبدا تمارس هوايات زي الرسم، التلوين، الطبخ، اي حاجه انت عايز تعملها بتحب تعملها مارسها. اي حاجه تعملها بايدك، لان اي حاجه بتعملها بايدك بتخليك تنسى السكرول اللانهائي اللي انت بتحب تعمله مثلا. الخلاصة في 6 سطور، تعفن الدماغ مش مرض صعب العلاج، لا انت ممكن تعالجه، بس ده بيقتل عقلك وبيخلي دماغك تبوظ. فأحسن حل هو إنك تظبط خوارزمياتك وتنظم حياتك، فتنظمها تخلي انت عايز تتفرج على الموبايل تنظم تخلي فيه وقت تتفرج عليه، وباقي اليوم تبدأ تشتغل، تذاكر، تعمل حاجات مفيدة، وتنظم خوارزمياتك على اليوتيوب، تأدبها تخليها هي الخوارزميات دي، لان الخوارزميات بتعكس اللي انت بتغذيه لنفسك. وكمان لازم تقلل من طلب الدوبامين، يعني لازم مثلا اول ما يجيلك طلب دوبامين سيطر عليه واستنى شوية، بعد كده هتلاقي الطلب هدي شوية والرغبة قلت ان انت تتفرج على ريلز او تيك توك. قبل ما ندخل على فقرة المقولة، في كتاب عايز ارشحهولك هيساعدك كتير تتعافى من تعفن الدماغ، وهو كتاب فوكس لجون هاري. هيساعدك كتير تعلي من تركيزك وتقلل من تعفن الدماغ وتتعافى منه خالص، بس لو ركزت كويس. ولو عايز تشتريه تقدر تشتريه من اللينك اللي تحت من امازون بخصم 5% بالكود ده. يلا بينا ندخل على فقرة المقولة. ومقولة النهاردة للبروفيسور والمؤلف كال نيوبورت. بيقول: القدرة على التركيز بعمق في القرن هي عملة القرن 21. فلو سمحت وسائل التواصل الاجتماعي بتفتيت انتباهك فانت تتخلى عن اسمى ما تملك. قصده انك لو سمحت لوسائل التواصل الاجتماعي تفتيت تركيزك، وانك تبطل تركز بعمق، لان التركيز بعمق دلوقتي هو عملة ثمينة جدا، لان مفيش حد بيركز كويس دلوقتي في عصر التشتت وعصر لفت الانتباه. دايما تلاقي جذب الانتباه حاجه بتجذب انتباهك، شورتس ريلز كتير، وبتقلب كتير، مش عارف ايه اللي ممكن يجيلك، ممكن يزعلك ولا يفرحك. فانت لو سبت نفسك ليهم وسبتهم يفتتوا عقلك انت كده بتتخلى عن تركيزك اللي هو اندر عمله انت بتملكها دلوقتي. بس كان معاكم يوسف من كافي دوز، ومتنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.